السلام عليكم. في هذا الفيديو غنشارك معكم الطريقه اللي نظمت بها الاشياء ديالي او المستلزمات ديالي. هنا درت لي شوز اللي ديجا صايبت، واستغليت واحد الديباره عندي في البيت اللي هو غرفه صغيره تقدري ديري فيها اي حاجه ما محتاجاش بزاف، واستعملت العلب بلاستيكيه صغار باش كومسا كل كاتيجوري نديرها بوحدها. وهنا الآلة ديال الخياطة اللي كنستعملها مرة. في هاد العلبة درت كما كتشوفوا درت لي غيبون والعماير اللي كنستعمل في لي بيتي بروجي ديالي. العلبة اللي حداها درت فيها الخيط والصوفة، سواء الخيط بوغ آلة الخياطة ولا الصوفة اللي كنطرز بها. هنا درت الدونتيل بالانواع ديالو وحتى لي زيلاستيك. بهذه الطريقه نقدر نعرف كل حاجه احتاجيتها نمشي ليها نيشان، يعني بلا ما نبدا نقلب، وهكذا كتسهل عليا الخدمه. بالنسبه للماتيريال ديال البيجو استعملت واحد المجوره عندي ديال البلاستيك حتى هما، درت فيهم العلب الصغيره ديال العقيق والموزونه وهاد المستلزمات اللي كنصايب بهم الحلي بطريقه منظمه وزوينه. هنا درت كتوسكيه خيط ميتال، هنا كاين لي بواط اللي شويه كبار ومعاهم حتى واحد العلب اللي ديال الدواء اللي كنديروا اعاده تدوير وكنستافد منهم. هادو علب صغيره او علب صغيره حتى هي ديال الدواء كنعاود نستعملهم. وهنا هاد المجر فيه لا بانتور صباغه ديال البورسلين والاكريليك. وندوز دابا نشارك معكم العلبه اللي جمع فيها الحلي للبيع، او بالاحرى المتجر الصغير المتنقل ديالي. هذيك وجدتها غير اليوم، جاتني هذه الفكره باش كومسا الا جات شي زبونه عندي للدار باش تاخذ اون كوموند تلقاها ديجا واجده، تلقى ديجا دوطخ بيجو واجدين في لابواط وتشوف كومسا. وحتى في حاله درت الخدمه ديال التوصيل سهل عليا باش نهز معايا هاد العلبه ونديها معايا. لو هذه كانت درتها من اعاده تدوير بطبيعه الحال، حتى حاجه ما كتضيع معايا. لو هذه كانت بواط ديال لي سوليي وكانت مكتوبه فيها السميه ديال المارك وداكشي، غطيتها بهذا الورق. هذا الورق كاين في هاد الكتيب الصغير. الحق الصراحه كيعجبني هاد الالوان اللي فيه، هاد لي ديزاين تقدر تستعملوهم بزاف ديال الافكار. وديجا استعملتهم في واحد الطابلو، درت واحد لي طابلو وجاو رائعين. الوغ ندوزو نشوفوا. هذه هي لا بواط ووسطها كاينه اون اوتر بواط. درت دو سيكسيون. لا سيكسيون الاولى في هاد لا بواط هذه كانت هي فيها البارفان كريم وما لحتهاش، استعملتها وما زدتش عليها شي تحسينات لانها ديجا زوينه في المنظر. الوغ هذه درت فيها دي بتي زيبلوك. هاد لي زيبلوك هادو تيعاونوا بزاف في ترتيب الاشياء. الوغ درت هنا لي بوكل دوغي والسنيسلات الصغار رقاق، باسكو من قبل كنت كنخليهم مع بعضياتهم كيتشابكوا وتيكون صعيب عليا انني نحلهم وتياخذوا وقت وخصهم صبر. الوغ دابا بهذه الطريقه كل ارتيكل في الزيبلوك، الوغ هذا تساعد بزاف ان الامور تكون يعني سهله الوصول اليها كما كنقولوا، لا اكسيسيبل بلوس اكسيسيبل. الوغ هذه هي لابواط الاولى كانت في قلب لابواط الكبيره، وفي الطبقه الثانيه كاين هاد لي بيجو الكبار لي زونسومبل. كاين هاد لابواط اوسي ديال الخويتمات هادو اللي كان عليهم طلب بزاف، حيت فيهم لا كولور تيركواز زوينين كيجيو في اللبسه. ولي براسلي هاد النوار هادو يعني كاع لي بيجو مرتبين بواحد الطريقه منظمه وزوينه.
يعني يسهل على الكليونت انها تختار. الوغ كما كتشوفوا ما ثقيلاش وسهله انها تهز. بالنسبه لي بتي ساك دومبالاج عندي هذا النوع دايره في هذا لو زيبلوك، حتى هو كنت شريت فيه شي حاجه وما ضيعتوش، درت فيه هاد لي بتي ساك واش كانت شي حاجه بالحجم الكبير نديرها هنا. هادو حتى هما دومبالاج ديال بور لي بيجو، خديتهم من امازون، تما دايرهم في هاد لابواط. هادي لوطوكولون ديال ثانك يو، اللي كتشري زبونه كنلصق هذا في الباكي. كاينه جوج انواع ديال الباكي، هما لي زيبلوك اللي درت لكم عليهم، دو فريمون تينفعوا بزاف. ميم كنستعملو في لاكويزين بالحجم الكبير، تينفعوا بزاف في طريقه التنظيم وفي الحفاظ على الاشياء، يعني تكون مفرقه ومزيانه. كاين هذا النوع حتى هو ديال باكي درونجمون، ملي جا مع كلشي هنا. وهادو حتى هما كناخذهم معايا مع ديك لابواط كوم سا. ملي كتشري لا كليونت كندير ليها في سميتو هذا، كنلصق ديك لاتيكات ديال ثانك يو. نتمنى ان هاد لا فيديو تكون عجباتكم وتحمسكم حتى نتوما لتنظيم الاشياء ديالكم باش تستقبلوا السنه الجديده باكثر تنظيم واكثر حماس ونشاط. ما تنساوش تعطوني ارائكم في التعليقات وتشاركوا في القناه باش يوصلكم كاع الافكار الجديده ديالي، ونشوفكم في لا فيديو الجاي ان شاء الله.